ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. إذا لازالت الأجواء ستخيم بطقس ممطر على أجواء بلادنا خلال الأيام المقبلة وخلال الأسبوع المقبل إن صح القول، حيث سيكون هناك انفراج في الأجواء واستقرار مؤقت أيام السبت والأحد لتعود معها الأجواء الممطرة ابتداء من يوم الاثنين. الأمطار لازالت على الأقل ستتواصل خلال الساعات القليلة القادمة وإلى غاية مساء يوم غد الجمعة، خاصة بمرتفعات الريف والشمال الغربي وكذلك بالمناطق الشمالية الغربية لأجواء بلادنا بتساقطات مطرية هامة. حتى الأرصاد الجوية أصدرت نشرة خاصة تتوقع تساقطات مطرية قد تصل إلى 120 ملم خلال الساعات القادمة، خاصة بمدينة شفشاون. وهنا صورة تراكم الأمطار من النموذج الأوروبي الذي لازال يتوقع كمية هامة للغاية من الأمطار على الريف الغربي، التي من المتوقع أن تتجاوز 600 ملم خلال 15 يوما القادمة، أو نتحدث عن تراكم ل 15 يوما القادمة. وبالتالي لازلنا سنكون أمام وضعية جوية مضطربة نتيجة لاندفاع منخفضات جوية ستقترب من أجواء بلادنا، ستنحدر إلى جنوب غرب القارة الأوروبية، وبالتالي ستوجه جبهات قوية للغاية، خاصة كما قلنا نتحدث عن الأسبوع المقبل تحديدا. التوقعات تشير بأن أيام الثلاثاء الأربعاء ستكون هناك جبهات قوية حتى يوم الخميس، جبهات قوية للغاية قد تطال الشمال الغربي مرتفعات الريف، وبالتالي نحذر من خطر حدوث فيضانات، من خطر حدوث سيول. وهذا أمر منطقي. الآن بدأت عملية تفريغ أكبر سد على المستوى الوطني، ونتحدث هنا عن سد الوحدة الذي يقع بين إقليمي، هذا هو السد الظاهر أمامكم في الصورة الذي يقع بين إقليمي تونات ووزان، يستقبل حمولة هائلة من مرتفعات الريف التي تشهد كما قلنا كمية هائلة من الأمطار. على الأقل خلال الساعات 24 ساعة الماضية استقبل أكثر من 200 مليون متر مكعب من الماء، ونتحدث هنا عن تقريبا سدين متوسطين، وبالتالي كمية هائلة من الأمطار ومن المياه تدخل إلى سد الوحدة. والآن شاهدنا في الصور بداية تفريغ لحمول للسد نظرا لاقترابه من 100%. نتحدث الآن وصلت نسبة الماء عن 80%، وهذا أمر طبيعي أن تبدأ عملية تفريغ من الآن احتياطا للحالة المقبلة. كما قلنا متابعينا الكرام، الحالة المقبلة لن تقتصر على الشمال الغربي، هناك أمطار الخير ستهوم باقي المناطق والسهول الشمالية والسهول الأطلسية، مرتفعات الأطلس متوسط كبير، فضلا عن تسجيل ثلوج أو تساقطات ثلجية قد تطال مرتفعات الأطلس الكبير المتوسط مرتفعات الريف، ثم أمطار ستطال المناطق الوسطى السواحل الأطلسية ما بين مدينة طنجة ووصولا حتى لقلميم وبعض الزخات التي قد تطال شمال مدينة طرفايا بحول الله تعالى، وتساقطات مطرية قد تطال مناطق سوس بكمية جيدة من الأمطار إن شاء الله تعالى. ولكن الحالة كما قلنا ستتركز على مناطق الريف الغربي بشكل قوي للغاية. نحن متابعينا الكرام على الريف الغربي والشمال الغربي، حتى الشمال الغربي مثلا طنجة، أصيل، العرائش، وشاهدنا ما يحدث الآن في القصر نتيجة لامتلاء تقريبا، نتحدث عن وصول نسبة ملء السدود الواقعة بحوض اللوكوس إلى 100%. هذا ما يؤكد ويفسر التساقطات المطرية القوية التي شهدها هذا الإقليم، وكذلك ارتفاع كما قلنا نسبة الماء وصلت إلى 100%. تتم عملية تفريغ مياه السدود، شاهدنا القصر الكبير يشهد فيضانات وسيول، وهذا أمر منطقي أن تتم تفريغ لهذه السدود لأنها وصلت إلى 100%، والحل هو تفريغ هذه السدود. وكحالة استباقية تم ولله الحمد تفريغ حمولة سد الوحدة، ولكن على مناطق الغرب سيدي سليمان، سيدي قاسم، الحيطة والحضر، لأن حمولة واد سبوس سترتفع مع تفريغ حمولة واد أو حمولة سد الوحدة خلال الساعات القادمة. هذا ما لدينا في هذه النشرة. ستكون هناك نشرة تحذيرية، نشرة تفصيلية، نشرة إنذارية، سواء سننقلها من الأرصاد الجوية الوطنية التي أؤكد لكم أنها هي المصدر الأول والمصدر الموثوق للنشرات الجوية. سننقل لكم تحيينات النماذج على صفحتنا إن شاء الله تعالى. إلى هنا استودعكم الله، ونتمنى أن تمر هذه الحالة على الشمال الغربي بسلام إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم ليصلكم كل جديد، وكذلك أن تشتركوا معنا في القناة. قبل أن ننهي هذه النشرة، حتى المناطق الشرقية قد يكون لها نصيب من هذه التساقطات المطرية، ولكن بأقل حدة، كوجدة، ناظور، سعيدية، جرادة، هذه المناطق قد تشهد بعض التساقطات المطرية بحول الله تعالى. هذا ما لدينا في هذا الفيديو. تحدثنا عن نظرة توقعية للأسبوع المقبل الذي سيكون شيشهد كما قلنا جبهات قوية. سنوفيكم بكل